الأولين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم الكديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وأحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي هذا مقالي فيك يا أشرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل. يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي ضلال.
تسلب الباب نفحاته حيلقا 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 الأحباب يا عيني أحباب مواعيدنا هيجا اللهم سلم عليه هيجا الأشواق يا عيني أشواق وسجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى فأطربنا يا سقا ترى أين خمراتكم كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا عيني قلبا وكم فاتنا هيجا 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 اللهم سلم عليه الأشواق يا عيني أشواق وشجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى فأطربنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا
الله 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 الله
يا سلام أرينا وجه الحبيب في المنام ولنا في من أنادي يا سلام غير طه المصطفى أهل ربي أنزلنا بفردوس معا ما لنا إلا لحب من غرام ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام صلى الله على زين الوجود من سقى طيبا وخيم في زارود ألف صلى على زين الوجود من سكى طيبا وخيم في زارود يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام
يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب دودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا الله لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من اللهم صل وسلم عليه وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله
العباد وأنتم رامي وأقصى المراد فهل تسعدني بصوف الوداد وهل تمنعوني شريف المقام اللهم صل وسلم عليه وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت إناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا ما دعا لله ذا طلع
واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل يا جمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسبرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirat al-ajilla, ulama'ina al-kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, Al-Habib Masyhur As-Segaf, Kiai Agus Said Ma'ruf,
Bapak Haji Rohani Siswanto, Bapak Lurah Faisal beserta perangkatnya, para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah bil ikhtisar. Segala puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis yang penuh berkah insyaallah dan meringankan kaki kita melangkah ke tempat ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita maksud dan kita menjadi tujuan yang besar insyaallah dengan berkah salawat, dengan berkah para pejuang dan para pahlawan, hajatuna hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Al-Faqir ingin menyampaikan sedikit ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Al-ayah. Idza jaa nasrun minallahi wal fath. Ketika datang nasrun minallah, bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kemenangan yang menyangkut rakyat orang banyak ataupun kemenangan yang secara individu, yakni per orang. Mungkin dia tadi itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memenangkan satu pencalonan masalan, atau memenangkan pihak, atau apapun yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang kedua al-Fatah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kota Mekkah dikuasai oleh Nabi, dikatakan Fathu Makkah. Diberikan kemenangan oleh Allah dan diberikan kekuatan menguasai kota Mekkah. Lalu apa yang harus diperbuat oleh Nabi? Apakah Nabi bergoyang-goyang? Atau Nabi berpesta pora, atau Nabi membuat makanan yang istimewa? La, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrun minallahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika engkau menyaksikan manusia berlomba-lomba memasuki agamamu, yakni agama Islam, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Diberikan kemenangan, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Benebi aget joget. Silahkan mengadakan lomba, tapi lomba tak melanggar daripada syariah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Hakadzal Islam, hakadzal muslim. Beginilah umat Islam merayakan kemenangan para hadirin. Hakadzal Islam wa hakadzal muslim. Begitulah muslim merayakan dan mengulapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mendatangkan banci, mendatangkan biduan untuk menyanyi, melenggak-lenggok. Padahal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Asokor keseur rengak nikah. Ngucan tasyakuran, syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti ini aturan Nabi? Aturan Al-Qur'an? La wallahi daiman la wallahi. Nabi tak pernah mengajarkan merayakan kemerdekaan seperti hal yang remeh dan serendah inilah. Demi Allah, Nabi tak pernah mengajarkan seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan secara langsung, fasabbih, bertasbihlah ketika diberikan kemenangan. Bukan hanya open house, bukan hanya membuka rumah 24 jam, bukan hanya merayakan dengan pesta pora. Fasabbih, bertasbih kepada Allah, wastaghfirhu, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada merayakan kemenangan, ikhwani rahimakumullah. Yang terakhir dari Al-Faqir, manakala kita sudah melakukan atau merayakan kemerdekaan seperti hal yang kita lakukan bersama, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, sudah merdekakah kita? Mungkin dari penjajah kita aman, mungkin dari penjajah Inggris kita aman, tapi kita dijajah oleh nafsu kita. Kita dijajah dengan emosi kita, kita dijajah dengan gengsi kita, sehingga tidak ada lagi persatuan dan kesatuan umat Islam, sehingga tidak terdengar lagi untuk menyerukan tentang kebaikan. Mereka hidup sendiri-sendiri, mereka mengatakan nafsi, nafsi.
Mereka mengatakan bukan saudaraku, bukan rakyatku, atau bukan golonganku, dia bukan dapilku. Karena mereka mengajarkan tentang seperti ini, akhirnya manusia terkotak-kotak. Ikhwani rahimakumullah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sayangi negaramu, tapi jangan kau korbankan agamamu. Cintai negerimu, tapi jangan kau sia-siakan agamamu. Cintai agamamu, tapi jangan rusak negerimu. Boleh jadi engkau mencintai negeri ini yang kita cintai, Republik Indonesia ini, tapi engkau melalaikan agamamu yang akan kita bawa untuk kemati dan akan dipertemukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai negerimu, jangan kau kotori agamamu. Silahkan rayakan, tapi agamamu jaga. Silahkan cintai negerimu, karena hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian bukti daripada iman. Iman? Jogetkah iman? Merayakan keimanan hal seperti ini? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian iman. Apa itu iman? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Habasyi mengatakan, hubbul watan minal iman, bukan negeri yang kita cintai, bukan ini. Al-watan akhirat. Ma hadhihi dunya bidari ila igamatin wa ma hiya illa qattariqi ila al-watan. Dunia ini yang kita tempati bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Akhirat al-watan, akhirat berarti cinta akhirat adalah sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Al-Habib Ali tidak berhenti sampai di situ. Mengartikan hubbul watan minal iman, al-watan huwa al-um. Karena kita sebelum hidup di atas dunia, sebelum kita dilahirkan ke atas dunia, kita hidup di rahim ibu. Hubbul watan minal iman, maka cinta kepada ibu minal iman berarti adalah kekuatan iman, bukti daripada iman. Oleh karena Kak Dinto, alhamdulillah, muka-muka istiqomah, amin. Tak harus banyak orang, tak harus meriah, tak harus. Sepenting hati kita bersyukur kepada Allah, mengakui kesalahan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada pahlawan yang telah membela, berjuang untuk negara ini, dengan kita membacakan Fatihah, dengan kita memberikan hadiah, tahlil, wa du'a dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk syukur kita, karena manakala kita tidak mau bersyukur kepada manusia, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia, berarti orang tadi itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah berkah daripada maulid, berkah daripada tasyakuran untuk kemerdekaan, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia dijaga dari segala bala musibah. Ya Allah, ya Allah, angkat musibah dari negeri ini ya Allah. Kami cinta Indonesia ya Allah, kami cinta negeri ini ya Allah. Jauhkan dari segala bala musibah ya Allah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita karena maksiat yang telah kita perbuat. Ya Allah, kami di sini ya Allah, di tempat ini ya Allah, bertaubat kepadamu ya Allah, ibtihal kepadamu ya Allah, mengakui kesalahan yang telah lalu ya Allah. Kami tidak akan melakukan kembali ya Allah. Kami akan taat kepadamu ya Allah. Kami akan melakukan bakti kepada orang tua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana kami dikumpulkan di tempat ini, maka kumpulkanlah kami kelak di akhirat ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari sahibil hajat Bapak Lurah, jadi hajat dari Bapak Rohani, jadi hajat daripada kita semua, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandi hajatunya pegempang, sandi keluarga sakit paring sehat wal afiah, sandi keluarga ninggal umur ring sepo sampun pleman ke alam kubur, maturmu kepada yang kak derajat keterima sedaya amal saena, bener terima sedaya amal ibadana, sepora segala bentuk dosana. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafil Muhammadiyati uguda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fi mashkura. Allahumma salli wa sallim alaihi wa